السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال. ان شاء الله هاد الفيديو غادي تكون مختلفة شوية على الفيديوهات اللي قبل. نتمنى انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. غادي نبداو على بركة الله بهذا الخبز اللي كيجي اكثر من رائع. نقدروا نستعملوه للساندويتشات ديال المدارس او للعمل او للفطور او للكوتي في دارنا. نبداو على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي كمية تقريبا ديال 700 غرام ديال الدقيق الأبيض من نوعية تكون جيدة أو الخاص بالحلويات. عندي شوية ديال الملحة وغادي نزيد عليه السكر حبيبات واحد المعلقة، وعندي 42 غرام ديال الخميرة المعجونة، وعندي معلقة كبيرة ديال الحليب بودرة. هادو المكونات اللي هما ضروريين. تقدروا تزيدوا عليهم زيت الزيتون او لا زيت العود كما ما بغيتو، حتى هو كيعطي لهم واحد النسمه اللي كتكون زوينه. المهم غادي ندير المكونات كاملين مع بعضياتهم كما ما كتشوفوا، وغادي نعجنهم في لو بول حتى كتعطي لنا هاد النتيجه ديال العجينه اللي تتكون رطبه ومتماسكه كما ما كتشوفوا. غادي نخليها ترتاح واحد شويه، من بعد غادي نقسمها بالمساعده ديال الدقيق. هنا ملي ارتاحت ليا بطبيعه الحال في لو بول وقلبتها هنايا على البلون طرافاي، صافي كناخذ شويه ديال الدقيق وكنبدا كنطلق فيها حيت كتكون العجينه اللي هي رطبه وكتلصق. كنطلق فيها بهذا الشكل اللي هو طولي، وغادي نبدا كنجمعها بهذه الطريقه هكا باش كنحصل على دي باكيت. المهم بالنسبه لي باكيت والحجم ديالهم كتستعملوا على حسب الرغبه ديالكم، سواء كبارين او لا صغار. المهم هنايا قسمتها على 5 ديال لي باكيت اللي كانوا في الحجم المتوسط. تقدروا ديروا لي ميني باكيت او لا ديروا كما ما درت انا هكا. المهم ملي كنوصلوا للاخير ديال الخبيزه ديالنا او الباكيت، كنقرصوا عليها بهذه الطريقه باش ما كتحليناش اثناء الطهي. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه وغادي نحطهم في واحد الصينيه باش نخليهم يختمروا المره الاولى. المره الاولى خليتهم غير ترتاح تقريبا واحد 4 ديال الدقائق، وهنايا غادي نديرهم في الصينيه وغادي نخليهم يختمروا. بالنسبه للوقت ديال الاختمار كيبقى على حسب الجو اللي عندكم، والسخون الحال او لا. المهم هنايا كما ما شفتوا درتهم في واحد الصينيه اللي مغلفه بالبابي سولفيريزي. غادي نغطيهم وغادي نخليهم يختمروا. هنا من بعد ما اختمروا ليا خداو تقريبا واحد 35 دقيقه. درت واحد الصينيه او لا كوكوط او لا جميله، مهم كما ما قلت لكم على حسب الخبز اللي عندكم الحجم ديالو. هنا الحجم ديال هاد لي باكيت عندي كبير. درت واحد الصينيه ودرت فيها الماء طايب، درتها فوق البوطه صافي، وبديت كنحط هاد لي باكيت وكنهز بالمغروفه وكنخوي عليهم الماء طايب. يعني هاد لي باكيت اللي صاوبت او لا خبز الماء اللي كيجي اكثر من رائع. جربوه غادي يعطي لكم نتيجه زوينه وغادي تعجبكم بزاف. المهم اون فوا كتبدا كتنفخ لينا بهذه الطريقه، كنهزها بواحد الصفايه وكنعاود كنرجعها في الصينيه اللي حطيت فيها لي باكيت يخمروا. صافي بحال هكايا بهذه الطريقه غادي نحطهم كاملين في الصينيه من بعد ما ساليتهم، وغادي ندهنهم بالفرشاه بواحد شويه ديال الزويته الروميه، وغادي نفلحهم بحال هكايا بالموس، وغادي ندخلهم للفران على درجه حراره تكون عاليه، وغادي نخليهم حتى كيتحمروا وكياخذوا هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. الصراحه كيجيو بنانين وكيجيو زوينين ورطبين. غادي ندوزو على بركة الله الاقتراح ديال واحد الغداء او العشاء كما ما بغيتو، بالكوتليت ديال الغنمي اللي كيجي ساهل وبنين بواحد الطريقه سهله بزاف. وغادي نقدم معكم المرافقات اللي رافقت بهم هاد لي كوتليت. نتمنى حتى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. غادي نبداو على بركه الله بالخضره. عندي هنايا شويه ديال البطاطا وشويه ديال القراعه وشويه ديال البروكولي اللي مجمد. غادي نخلي لكم الفيديو ديال طريقه التجميد في الدار في صندوق الوصف. غادي نرش عليهم واحد شويه ديال المليحه ونديرهم يتفوروا في الكسكاس اولا في الكوكوط. هنا دزت للروز اللي سلقته غادي نديرو حتى هو يسقطر باش غادي نديرو به لا سلطه. من بعد غادي ندوز هنايا لي كوتليت. هنايا عندي كميه كتبقى على حسب افراد الاسره، وغادي نزيد عليها اللي هما مغسولين مشلين غير بالماء، وغادي نزيد عليها المقادير. غادي ندير واحد رشيشه ديال الملحه، ما غاديش نكثر بزاف ديال الملحه، وجوج معالق ديال التحميره بلديه. الا كانت عندكم التحميره العاديه ديروا غير معلقه وحده، والكمون 2 معالق، واحد الرويص ديال المعلقه
ديال السودانيه اولا اليبزار كما ما بغيتو، 3 ديال المعالق كبار ديال لاصوص صوجا، و3 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو ليهم، وكاس مع مرش ديال الماء. صافي غادي نسد عليهم الكوكوط وغادي نديرهم على نار تكون مهيله بزاف، يعني دايره كيف الشمعه. هنا المرافقات كما ما وريتكم بالنسبه للروز درت معاه غير الفرomاج دي مورسو مع شويه ديال المايس مع مليحه ويبزار وزويته ديال العود وشويه ديال المايونيز وخلطهم خليتهم يبردوا. هنا بالنسبه للقرعه درت ليها شويه ديال الربيع وشويه مجفف، شويه ديال المليحه زيت العود وشويه ديال العصير ديال الحامض. بالنسبه للبطاطا حتى هي غادي ندير لها شويه ديال المعدنوس المجفف، شويه ديال الحامض وزويته ديال العود ومليحه وواحد شويه ديال الكمون، وغادي نخلطها ونخليها حتى هي على جنب باش نرافقها مع شلاضه. بالنسبه للبروكولي غادي ندير غير خويه ديال زويته ديال العود، واحد رشيشه ديال الملحه، ما نساوش باننا بخرناهم بالملحه صافي كنحطهم على جنب ممكن انه يجيو الكتلة. هنا الكتلة ديالها وموسط كما كتشوفوا الكوريدان ديالهم وطاطو مزيان، ممكن ياخد تقريبا واحد 40 حتى 45 دقيقه على نار مهيله، خصوصا هاد الكوتليت هذا ديال الغنمي. وهذا هو الاقتراح ديال هاد الغديوه اللي بالكوتليت اللي كيجي بحال الطريقه ديال المشوي، طريقه اللي هي سهله وكتعطي النتيجه اللي هي بنينه. نتمنى حتى هاد الوصفه تجربوها. وغادي ندوز على بركه الله الاقتراح الثاني. هنا عطيتكم واحد لو منيو مختلف شي شويه الاسبوع تاخذوا بهم افكار. هنا الاقتراح ديال طبق ديال الرز سواء تقدموه فردي او لا جماعي، اللي بطريقه اللي هي سهله واقتصادي في نفس الوقت. هنا في واحد الكاسرونه عندي كميه ديال الكبده ديال الدجاج، تقدروا تستعملوا حتى الكبده ديال الغنمي اولا البقري على حسب المتوفر عندكم. وهنا عندي شويه ديال المعدنوس والقزبور المجمدين، وواحد المعلقه كبيره تقريبا ديال مطيشه الحك. هنا عندي رويصات ديال الثومه وواحد البصله وواحد الفلفله، وعندي لاصوص ديال المطيشه. غادي ندوز باش غادي نقي هاد الخضره اللي عندي كامله باش غادي نوجد بها هاد لاصوص اللي غادي نرافقوا بها الرز. انا من بعد ما نقيتهم غادي نقطعوهم بطريقات اللي هما صغارين صافي، وغادي نديرهم على الكبده وعلى القزبور والمعدنوس ومطيشه ديال اللحم. صافي غادي ندوزهم فوق البوطه. من بعد ما غادي ندير لهم العطريه اللي حتى هي متوفره، شويه ديال الزويته وشويه ديال المليحه، غادي نزيد شويه ديال لاصوص ديال المطيشه، وغادي ندير شويه ديال الخرقوم البلدي اولا العرك، غادي نزيد شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الملون صافي، وغادي ندوزهم فوق البوطه نشحرهم مزيان ونقص عليهم البوطه ونغطيهم حتى يطيبوا على خاطرهم. وبالنسبه للروز هنا غادي نستعمل الروز البسمتي. الروز البسمتي كيطيب تقريبا في 4-5 ديال الدقائق كيكون عندكم موجود الا استعملتوا ليه هذه الطريقه. هنا كناخذ الكميه اللي انايا محتاجه ليها وغادي نديرها في واحد الكوكوط، وغادي نخلي عليها واحد الكميه ديال الماء، وغادي نخليه تقريبا واحد نص ساعه يترقد ليا باش يطيب ليا دغيا من بعد. يعني هاد العمليه تقدروا ديروها قبل ما تصاوبوا لاصوص وعاد دوزوا للروز. من بعد ما كدوزها تقريبا نص ساعه صافي كنصفي عليه الماء وكنزيد عليه لقامه ديال الكوري، كنزيد عليه شويه ديال المليحه وكنغطيه بالماء، وكنزيد تقريبا 1 سنتيمتر من فوق من الكميه ديال الروز اللي عندي. هنايا وكنرجعو فوق البوطه يطيب على نار اللي هي متوسطه تقريبا كياخد واحد 4 حتى 5 ديال الدقائق. هنا كما ما كتشوفوا هاد لاصوص ديال الكبده كتجي بنينه بزاف، ننصحكم انكم تجربوها بهاد الطريقه كتجي الصراحه زوينه. وهذا هو الروز ديالنا كما ما كتشوفوا كتجي الحبه على اختها. من بعد ما كيطيب كنزيد عليه واحد رشيشه ديال زيت الزيتون وكنغطيه تقريبا واحد 2 ديال الدقائق وكنقدمه بهاد الطريقه كما ما كتشوفوا كيجي اكثر من رائع. نتمنى انكم تجربوه. وفي ضمن الوصفات المالحه او الاقتراح ديال الوجبات ديال الغداء او العشاء غادي نقترح عليكم هذا الطبق اللي صحي 100% صراحه وبنين وكيعجب الوليدات، ديال لي نوغات ديال الدجاج في ميزون اللي غادي نصاوبوهم في الدار بواحد الطريقه اللي هي سهله.
غادي نرافقهم بالخضر كما ما كتشوفوا، شويه ديال البروكولي غادي نديرو في الكسكاس يتبخر. البروكولي كما ما قلت لكم المجمد غادي نديرو في الكسكاس يتبخر، كياخذ لنا تقريبا واحد 8 حتى ل 10 ديال الدقائق. وهنا على جنب عندي واحد الكاسرونه فيها شويه ديال الخيزو، شويه ديال البطيطه وشويه ديال الجلبانه. غادي ندوز باش غادي نصاوب لي نيكات. هنايا عندي شويه صدر ديال الدجاج مجمد، غادي نشدهم وغادي نقطعوهم بالطريقه طوليه بالنسبه ليا، واللي بغيتو نتوما استعملوهم يعني الحجم يكون ديالهم صغير اولا كبير، المهم كما ما بغيتو. هنايا قطعتهم انا بطريقه اللي هي طوليه، والحجم ديالهم كان واحد شويه موين. صافي كنديرهم في واحد لو بول وغادي نزيد عليهم المقادير اولا العطريه. عندي شويه ديال التحميره، شويه ديال المليحه، شويه ديال الهريسه، شويه ديال الخرقوم وشويه ديال السكنجبير. غادي نزيدهم على هاد الطروفه اولا لي طرونش ديال الدجاج، وغادي نزيد عليهم واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص صوجا، شويه ديال الثوم البودره اللي محضر في المنزل، كيجي الصراحه زوين وفيه النكهه قويه وكيجي اقتصادي ملي كنشريو من المحلات التجاريه. هنا درت تقريبا واحد المعلقه صغيره، وغادي نزيد شويه ديال المعدنوس، راه حتى هو مصوب في الدار، راه حطيت لكم لا فيديو تقدروا ترجعوا ليه اولا نقدر نخليه لكم في صندوق الوصف. تقريبا واحد المعلقه صغيره، وكما ما قلت لكم معلقه كبيره ديال لاصوص صوجا وواحد البيضه كامله. هنا بالنسبه لاصوص الصوجا كتعطي المذاق ديال السمك في هاد لي نوكات ديال الدجاج. الا ما كانش عندكم ما متوفراش كتستغناو عليها وكديروا غير بيضه في بلاصتها. صافي كنخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم وكنخليهم في الثلاجه شحال ما بقاو شحال وشربوا، شحال ما كيكون المذاق ديالهم زوين. هنا من بعد ما دازت الوقت الكافي اللي خليتهم في الثلاجه، غادي ندوز باش غادي نقليهم مباشره. تقدروا ديروهم حتى في الفران الا بغيتوهم يجيو صحيين اكثر. هنا كنزيد عليهم الدقيق الابيض، يعني النوعيه اللي بغيتو، سواء ديال الخبز اولا ديال الحلويات كما ما بغيتو، وكندوز مباشره كنديرهم في زيت اللي كتكون سخونه وكنقليهم. كما ما قلت لكم تقدروا ديروها في الفران تحت من الشوايه، حتى هو كتعطي النتيجه اللي هي زوينه. صافي وعلى جنب كنت دايره واحد شويه ديال لي بات يتسلقوا. هنا كندير شويه ديال الورق النشاف وكنحط عليه هاد الطروفه ديال لي نوكات ديالي باش يحيد منهم الفائض ديال الزيت. كما ما كتشوفوا كيجيو محمرين صراحه وكيجيو زوينين. هنا غادي ندوز لا سالاد المرافقه، وبالنسبه للبروكولي كذلك كنسمهم بواحد شويه ديال المليحه. المهم المليحه كتبقى على حسب الذوق، وزويته ديال العود بالنسبه للبروكولي كيجي به الصراحه زوين. وهاد الطريقه انكم تجمدوه هكايا العروج ديالو يكونوا كبارين، وانكم ديروه مباشره في الكسكاس تبخروه كيحافظ على الشكل ديالو. صافي غادي ندير هنايا واحد جوج ديال المعالق تقريبا كبارين ديال المايونيز المنسمه. وصافي غادي نخلط هاد لا سالاد اللي عندي، تكون بارده اولا تكون دافيه على حسب الرغبه ديالكم كيفاش بغيتو تقدموها مع هاد لي نيكات. الصراحه كيجيو احسن ملي كنشريوهم من على برا نقيين غاسلين الدجاج على يدينا وبمكونات كاملين اللي متوفرين عندنا في الدار، احسن من الجاهز وكيعجبوا الوليدات. انا رافقت عليهم شويه ديال الكيتشوب، ونتمنى ان هاد الوصفه حتى هي تنال الاعجاب ديالكم. دابا غادي ندوزو الوصفات الحلوه. غادي نحضر معكم واحد الكيك اللي كيجي زوين بزاف واقتصادي في نفس الوقت. هنا عندي واحد التفاحه كبيره اولا جوج مويان اللي شديتهم قطعتهم هكايا شرائح كما ما كتشوفوا، وسقيتهم بواحد شويه ديال الحامض وخليتهم على جنب الوقت اللي غادي نصاوب هاد الكيك. هنا بالنسبه للمقادير ديال الكيك غادي نحتاج لجوج ديال البيضات كاملين، واحد القبيصه ديال الملحه، كيس ديال فاني اولا الفاني السائله استعملوا واحد المعلقه صغيره. صافي كنخلط هاد المكونات مع بعضياتها حتى ينسجموا غير بالخلاط اليدوي. الا ما كانش عندكم الوقت تقدروا ديروا الخلاط الكهربائي اولا ديروا الكاس ديال العصير طحنوا فيه كلشي. هنا غادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال الياغورت الطبيعي بالسكر، اولا الا بغيتو ديروه ناتور يعني بدون سكر. صافي كنخلطهم مع بعضياتهم، وبنفس الكاس ديال الياغورت غادي نعبر السكر ديالي، درتو كاس لاروب وكاس ديال الزيت كامل.
كنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم، مكونات السائله، وغادي نزيد عليهم 2 ديال الاكواب ديال الدقيق، وغادي نزيد كيس ديال الخميره من وزن 14 غرام. صافي غادي نخلط هاد المكونات كما ما كتشوفوها هكا، وغادي نزيد واحد نص معلقه صغيره ديال الخل في الاخير من بعد ما نسجموا ليا كلشي هاد العناصر. هنا عندي واحد الليمون اللي شديته دهنته بشويه ديال الزويته ورشيته بشويه ديال الدقيق. غادي نحط فيه الخليط ديال الكيك بهذه الطريقه، وكنضربو شويه مع الارض باش مع لو بلون طرافاي سمحوا لي باش نحيد منه الفائض ديال الهواء. كنشد هاد لي طرونج ديال التفاح، صراحه كيجيو زوينين، واخا كنخليو ليهم القشره ديالهم، ولكن الا وليداتكم ما كتعجبهمش تقدروا تنقيو ليهم هاد التفاح من القشره. صافي من بعد ما كنستفهم بهذه الطريقه هكايا جنب، غادي نرشهم بواحد شويه ديال السكر العادي، يعني سكر سنيده اولا السكر حبيبات، وغادي ندير لهم واحد الرشه مزيانه من القرفه المطحونه. كندخلهم على درجه حراره 160 درجه، وخليته يطيب تقريبا واحد 40 ديال الدقيقه. كتجي هذه هي النتيجه النهائيه ديال الكيك. صراحه كيجي فيه ديك التفاح معلك من الداخل، يجي حتى المذاق ديالو زوين بالقرفه والسكر اللي درنا من الفوق. ودابا غادي ندوز لواحد العصير اللي كيجي زوين بزاف ديال الشهديه، وغادي نوريكم مقادير كاملين في لا فيديو. هنايا غادي نبدا لكم بالاخير ديال الفيديو كما ما كتشوفوا اللي طيبت هاد الشهديه. هذا ماشي عصير في الاول، هذا تيكون مركز، وانتم من بعد كتزيدوا عليه الكميه ديال الماء. غادي نخلي لكم كلشي موضح في لا فيديو. هنا طيبته كي كتشوفوا كيكون طيب، يعني ما كيكونش كيكونوا طيبين المكونات مهريين مزيان لهاد الدرجه. وهاد السيرو ديالو الا بغيتو تاخذوا منه واحد شويه وكتخليوه تسقيو به لي كيك، هذه كفكره. تخليوه في الثلاجه اولا في الكونجيلاتور الا بغيتوه يبقى لكم مده طويله. كيعطي واحد الكميه لا باس بها، وصراحه كتخليوه امتى ما بغيتو كتزيدوا عليه الماء وكتقدموه كعصير بهذه الطريقه. الصراحه كيجي زوين وكاين فعلا الوقت اللي ما كيكونوش فيهم هاد الفواكه هذه. المهم انا غادي نوريكم هنايا الطريقه كيفاش احتفظت به. من بعد ما طحنتو كنديرهم في اكياس بلاستيكيه الخاصه بالمجمد. كندير هنايا تقريبا 600 مليلتر اولا 600 غرام في كل ساشي. كي كتشوفوا غادي نفرقهم على هاد الكميه اللي عطاتني، غادي نفرقها على الاكياس البلاستيكيه وكنحتفظ بهم في المجمد. اون فوا كتبغيوهم كتجبدوهم كتزيدوا عليهم قياسهم ديال الماء، وها هو العصير ديالكم ديال الشهديه كيكون واجد. صراحه تيجي زوين بزاف. وهاد الطريقه اللي غادي نوريكم تقدروا تستعملوها لاي انواع ديال الخضر الموسميه اللي ما كنلقاوهاش على طول العام. هنا غادي نبداو دابا بالمقادير. عندي هنايا 2 كيلو ديال الشهديه اللي شديتها غسلتها مزيان وحيدت ليهم غير العظم ديالها، وعندي 4 ديال الخيزو اللي منقي وخليته بالقلب ديالو. صراحه انا ما كنحيد ليش القلب صافي. وهنايا عندي 2 كيسان كبارين يعني ما عامرينش بزاف ديال السكر، وعندي يطرو ديال الماء، وعندي 4 كاس ديال العصير ديال الحامض اولا 2 ديال الحامضات معصورين. صافي كناخذ الكوكوط اللي غادي نطيب فيها كما ما شفتوا في الاول ديال المقطع، وكنديروا فيها المكونات ديالنا الشهديه وخيزو. غادي نزيد عليهم هنايا الحامض ضروري باش كيحافظ لكم، حتى الا ما بغيتوش تخليهم في الكونجيلاتور تخليوه حتى في الثلاجه ما كيجرى ليه حتى شي حاجه، يعني تيبقى لكم واحد المده ما كيجرى ليه حتى شي حاجه. تقدروا تاخذوا منه هذا المركز وتصوبوا به العصير ديالكم بلا ما تحتاجوا تخشيوه اولا تدخلوه في الكونجيلاتور. وهنا كندير الماء وغادي نسد عليهم الكوكوط وغادي نخليهم حتى يطيبوا تماما. انا بالنسبه ليا باش وصلت للنتيجه اللي شفتوا في الاول ديال المقطع خليتهم 25 دقيقه على نار مجهده، عطاني هذيك النتيجه اللي كما ما شفتوا. وهكا تيكون الشكل النهائي ديال المركز ديالنا ديال العصير ديال الشهديه بهذه الطريقه. وغادي نتقاسم معكم فواكه وحدين اخرين. هنا غادي نعطيكم فكره كيفاش تحتفظوا بلي كاغوت اولا بخيزو الا كان عندكم كتير. هنا عندي واحد الكميه اللي كانت لا باس بها ديال الخيزو، خفتها لا تخسر ليا.
شديتهم ونقيتهم ب هذاك اللي كنقشروا به ليكونوم اللي كنقشروا به خيزو. صافي وقطعتهم هكايا بالشكل اللي كنبغي، مثلا للسكسو اولا المرقه هكا يطول، وخليته بالقلب ديالو. درتهم في واحد البواطه اللي محكمه الاغلاق وغطيته بالماء، يعني ما خصش خيزو يبقى عريان واحد البلاصه ديالو بلا ما. صافي هذا غادي نخليهم في الثلاجه، ما كيوقع ليه حتى شي حاجه. لحد الان عندي هذا تقريبا 15 يوم وباقي خيزو مزيان كما ما هو، احسن من انني نحتفظ به في هذاك لو باكا ليغوم في التحت، يعني كيخسر بعض المرات كيخسر. وانا بالنسبه للكميه الاخرى اللي بقات ليا غادي نقطعها على حسب الرغبه. قطعتها هنايا بشكل طولي، وهنايا بشكل مكعبات اللي هي صغيره، والكميه الاخرى اللي بقات ليا قطعتها هنايا هلالات. هادو نقدروا نستعملوهم في الدواز، نقدروا نستعملوهم في العواصر، نقدروا نستعملوهم في الحشوات. وهذا هو اللي درت معكم في العصير ديال الشهديه، واللي درت معكم حتى في لاصالاد اللي ديال لي بات مع البطاطا وديال البطاطا وخيزو وجلبانه، هو هذا اللي استعملت. صافي من بعد ما كنقطروهم من الماء كنديروهم في الاكياس الخاصه بالكونجيلاتور، وصافي كنخرجوا منهم الهواء وكنحتفظوا بهم في الكونجيلاتور، احسن من اننا نشريو هاد لي ليغوم اللي كتكون مكونجليه من الكوميرس، كيكون الثمن ديالها شويه طالع. اون فوا يكون عندكم هكايا الخضره موجوده ديروا هاد الطريقه. نتمنى ان هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم بهاد الافكار البسيطه والاقتصاديه. وإلا عجبكم هاد النوع من الفيديوهات خليوها لي في التعاليق، ونشارك معكم افكار وحدين اخرين بسيطه واقتصاديه كما ما قلت، وفي المتناول ديال الجميع. خليت لكم راحه الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.